أهلا وسهلا بيكم في بودكاست دكتور الشغل، البودكاست اللي بيهتم بصحة أي حد بيشتغل. أنا مصطفى الشاهد، مدرس طب المهن بجامعة عين شمس، وهشارك معاكم في كل حلقة نصائح عن صحتكم في مكان شغلكم. هنتكلم عن المخاطر والأمراض المهنية وإزاي نمنعها أو نعالجها. لو أنت بتشتغل فالبودكاست ده ليك. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من دكتور الشغل. النهارده معايا دكتور عمرو صالح، مدرس الباطنه في كليه الطب جامعه عين شمس، وهو تخصصه غدد صماء. ومهم جدا ان احنا نتكلم معاه النهارده على موضوع اللي هو بيشغل شهر نوفمبر كله. شهر نوفمبر هو شهر الاحتفال بالمرض السكري في العالم والتوعيه بيه، فكان مهم جدا ان انا استضيف الدكتور عمرو ونتكلم على السكر. ازيك يا دكتور عمرو الاول، ومبسوط ان انت معايا. أهلا وسهلا دكتور مصطفى، يعني فرصة سعيدة صراحة، يعني مبسوط بالشغل بتاعك، وأنا أتمنى إن النهاردة يبقى لقاء ظريف بإذن الله إن شاء الله. ان شاء الله. خلينا نخش في الموضوع على طول. هو ايه السكر؟ يعني لما بنقول حد عنده مرض سكر ده معناه ايه؟ طيب إحنا أول حاجة السكر ده عبارة عن إيه؟ يعني بالعامية السكر ده جلوكوز، الجلوكوز ده الوقود الحيوي أو البنزين بتاع الخلايا، وبالتالي السكر دي حالة عضوية، يعني إن الجسم عندنا مش عارف يستخلص الجلوكوز أو يستخدم الوقود الحيوي الطبيعي الرباني. احنا بالنسبة لنا في نوعين أساسيين للسكر. في النوع الأول، وده بيحصل عادة في صغار السن والشباب، يعني أقل من 25 سنة. هنا البنكرياس كفاءته بتكون متدنية جدا ومفيش أنسولين. في النوع التاني هو النوع الأكثر شيوعا، وده بيحصل عادة في السن بعد الأربعين، وهنا بيكون موجود فيه أنسولين لكن جسمنا بيقاومه، وده اللي بيصطلح عليه مقاومة أنسولين. في الحالتين الجسم بيستخلصش الجلوكوز بصورة كافية، وطبعا ده بيؤدي بعد كده تسمم الخلايا بالجلوكوز، وده اللي بيؤدي لمضاعفات السكري المعروفة طبعا. خلينا نتكلم اكتر على المضاعفات. يعني انا متخيل المضاعفات هتبقى عامله ازاي، هيأثر على ايه في جسمي؟ طيب احنا السكر ده مرض بيأثر على كل أعضاء الجسم، هو احنا بنسميه مرض الشرايين. واحنا بنيجي نقسم المضاعفات بتاعتنا في مضاعفات او مضاعفات مزمنة وفي مضاعفات حادة. المضاعفات الحادة ممكن توصل أول حاجة الغيبوبة الكيتونية، ودي بتحصل أكتر في النوع الأول. في غيبوبة تانية بنسميها الهايبر أوزمرر، ودي بتحصل في النوع الثاني في المرضى كبار السن أكتر من 60 سنة. وفي الغيبوبة هبوط السكر، بالذات المرضى اللي بيتناولوا الانسولين او بيتعاطوا بعض اقراص السكر. بالنسبه للمضاعفات المزمنه، هو قلنا المرض ده بيعشق الشرايين، هو ممكن بيأثر على شرايين القلب، بيؤدي إلى جلطات. أكتر سبب برضو بيؤدي جلطات في المخ، برضو بيؤدي إلى مشاكل وكسور في الأوعية الطرفية للساقين. غير طبعا بيأثر على الشبكية، وممكن بيؤدي إلى مية بيضاء. بيأثر على الكلى، هو أكتر مرض مشهور بالفشل الكلوي، وبيأثر على الأعصاب وبيؤدي إلى التهاب الأعصاب الطرفية، بيكون التهاب مزمن. فبالتالي هو مرض خطورته في تأثيره على الشرايين. تمام جدا. انا ليه سألتك السؤال ده؟ عشان ده هياخدني بعد كده للنقطة بتاعة الشغل. انا مهمني اكتر هيحصل ايه في الشغل بسبب المرض. فلو المرض مم. السكر العادي بتاعه قبل ما يبدأ يعمل لي اي مضاعفات، غالبا مش هيبقى مؤثر عليا قوي الا لو كان من النوع الاول. وهنتكلم يمكن كمان شوية على ازاي الشغل يدعم العاملين اللي عندهم مرض السكر. لكن لو مم. انا شخص باخد الدواء بتاعي وعندي السكر وما عنديش اي مضاعفات دلوقتي، اعتقد ان الشغل مش هيبقى بيأثر قوي الا في حالة الضغط او الارهاق الشديد او الاسترس اللي في الشغل، لان ده هيزود الكورتيزول وده يبدأ يخلي الحالة تسوء اكتر، ويبوظ الشرايين مع تبويظ الشرايين اللي حاصل من السكر. ولا انا بقول كلام مش تمام. مظبوط؟ لا لا، كلامك صحيح بالفعل. احنا بالنسبه لنا مضاعفات السكر بشكل عام بنقسمها الى نوعين مضاعفات. مضاعفات نتيجة تعتمد على الكنترول، يعني اذا كان سكرنا منضبط ولا غير منضبط. مضاعفات تانية بتعتمد على الديوريشن. طيب، والنسبه الاكبر هي بتعتمد على الكنترول، يعني انا لو مريض سكر وسكري منضبط والتراكمي بتاعي كويس، ودايما القراءات بتاعتي في الرينج اللي احنا عايزينه، نسبة حدوث المضاعفات بتكون نسبة ضئيلة جدا. وإن كان أحيانا في بعض مرضى السكر بتحصل لهم مضاعفات نتيجة طول المدة، يعني مثلا يكون عنده السكر بقاله مثلا أكتر من 20 سنة، ممكن تحصل مضاعفات، بس برضو دي بتكون نسبة ضئيلة بمقارنة بمريض ضابط سكره إلى حد ما. فإحنا أهم حاجة إحنا طبعا نظبط معدل سكرنا، وبالتالي نسبة حدوث المضاعفات بتكون طبعا ضئيلة جدا. طيب خليني أسألك. أنا دلوقتي مدير في الشغل،
او عندي زميل في الشغل وعرفت ان في حد عندي عنده السكر، اقدر اساعده ازاي؟ اقدر ادعمه ازاي في الشغل؟ اوفر له ايه في بيئة العمل اللي حواليه عشان اخليه يقدر يسيطر على السكر بتاعه، وفي نفس الوقت يقدر ما يبقاش محرج او عنده اي مشكلة نتيجة المرض بتاعه جوه المكان العمل. تمام. هي اول حاجه يعني قدر الامكان ما يكونش مثلا البيئه الاسترس. يعني انا زي ما انت قلت الاسترس نفسه ده جسمنا بيترجمه لهرمونات اللي كلها بنسميها حتى الكاونتر ريجوليتوري هرمون، الكورتيزول والجلوكاجون والادرينالين. فقدر الامكان ده احيانا بيكون صعب علينا طبعا انه نتجنب الانفعال. ده الجزء الثاني طبعا الأطعمة. يعني أحيانا في بعض الأماكن طبعا نتيجة طول مدة العمل أو حاجة بيتناولوا وجبات مثلا أو حاجة، فقدر الإمكان بنتجنب الوجبات اللي ممكن تؤدي لارتفاع السكر، اللي هي بالذات النشويات أو الجانك فودز. دي طبعا بتؤدي ارتفاع السكر بمعدلات مهولة يعني. فأكتر حاجة ممكن نركز عليها أول حاجة قلنا الانفعال أو نقلل الاسترس. الحاجة التانية بالنسبة لنا طبعا قصة الأكل. الحاجه الثالثه اكون متفهمه يعني سايكولوجيكال. يعني حتى ما يكون بعض المرضى للاسف بالذات هم النوع الاول اللي يكون ماشيين او بيتعاطوا انسولين بيحسوا بالحرج او الخلل مثلا او حاجه ان هم بياخدوا انسولين اقلام قدام زمايلهم. فانا افهمه ان الجزئيه دي ما فيهاش مشكله خالص وهي مش وصمه او حاجه. اعتقد كمان لو انا اقدر اوفر له مكان يقدر يحقن نفسه فيه، خصوصا لو كان ما بيتعاملش بالاقلام، بيتعامل مع بالحقن، لو في مكان يقدر يحقن تمام. نفسه فيه هتبقى حاجه هي كويسه. الأهم مكان تخزين، هي أهم مكان تخزين. هي الفكرة إن أقلام الأنسولين يعني ممكن نسيبها في درجة الحرارة العادية لحد 30. فالمشكلة طبعا بتكون في الصيف. فطبعا أهم حاجة من الثلاجة. تمام، فلازم يكون في مكان يقدر يخزن. لو انا عارف ده فلازم اكون موفر بالظبط. ثلاجه بالظبط. يقدر يعني احنا يخزن في فيها الشتاء الانسولين. والخريف مفيش مشكلة، لكن هي مشكلة زي ما أنت قلت في الصيف. يعني في الصيف والربيع درجة الحرارة بتوصل لمعدلات قياسية. فطبعا دي طبعا بتأثر، ممكن تؤدي لتلف الانسولين طبعا، وبالتالي لا هو تعاطى الجرعه ولا اكلنا خدنا حاجه. فدي اهم حاجه طبعا نقدر نوفرها في الشغل، نقدر مكان للتخزين. انا اعتقد ان يبقى لطيف ان انا اقدر اوفر مكان العمل يكون قريب من الحمامات. في بعض الناس ما بتبقاش مدركه ان دي مشكله كبيره لمرضى السكر، ان هو بالذات بقى دول هيبقى في الشتاء. يعني انت في الشتاء هتلاقي مم. ان مفيش عرق، وبالتالي احنا البول كتير اوريدي. السكر بيخلي بالظبط. البول كتير وبيخلي الشخص عايز يدخل الحمام. فلو انا موفر له بس مكان يكون قريب من الحمام، او اقدر اديله بريكس. انا شفت اماكن بيبقوا بيشتغلوا فيها فترات عمل طويله جدا وما بيرضوش يدوا للموظفين بتاعتهم فترات راحه ان هو يروح يدخل الحمام او ياكل. وحضرتك جبت سيره دلوقتي يعني مم. دكتور عمرو، يعني قلت سيره الاكل. الاكل يعني الشخص الجانك اللي فود بالذات. يعني الشخص اللي بياخد انسولين ده مهم ان هو يكون متوفر له الاكل اللي هياكله ويقدر ياكل في فترات بالظبط. متقطعه زي ما هو محتاج. بالظبط. ده برضه هيبقى محتاجينه جوه الشغل. اعتقد دي من الحاجات المهمه وفي اللي لازم. حاجة برضو مهمة جدا إن يكون برضو طبيب خاص بالشغل وهو الفحص الروتيني. يعني طبعا معظم الأماكن بالذات اللي هي الأماكن الخاصة بتكون يعني متعاقدة مع شركات تأمين. يعني هو طبعا بيكتب كل فترة بيزور الطبيب بتاعه، لكن برضو وجود طبيب الشركة والفحص الروتيني بالشركة واطمئنان على حالة العاملين دي برضو حاجة مهمة جدا عشان نتأكد هل فعلا هو في مشكلة. لأن أحيانا في بعض مرضى السكر بيقول لي يا دكتور أنا ما يناسبنيش النبطشيات، لو سمحت اكتبي تقرير ما يناسبنيش أقعد في النبطشية. لو سمحت يا دكتور اكتب لي تقرير اصلا انا ما يناسبنيش الشغل، انا عايز اشتغل يعني هوم اشتغل في البيت. فدي برضو يعني مهمه جدا المتابعه الدوريه، يكون في طبيب برضو خاص بالعمل يتابع حالات المرضى دول ويشوف الدنيا اخبارها إيه معاهم. تلاقي دكاترة العمل دلوقتي يجي يقول لك ايه؟ يقول لك اه بس هو مش هيجي يطلب منك تقرير وخلاص، لازم اكون انا بصيت وشفت واتاكدت ان هو فعلا اه آه، بالظبط. اه الحاجه دي هو يحتاجها يعني. محتاج، بس احيانا تعسف بقى. يعني احيانا يقول لك في بعض المرضى مثلا يقول لك حاجه ما يكتبش بالليل فعلا. يعني هو مثلا بياخد مثلا انسولين مثلا بالليل او يومه بيتلخبط. تمام. او مثلا بيخش في ريكارنت هايبوجليسيميا كل شويه سكره بيهبط بالليل او حاجه. ففعلا ده شخص يستحق الى حد ما. وهي دي هنا بقى الوزن اللي ما بين طبيب العمل والمتخصص زي حضرتك في السكر يبقى فيه. مم. هو ده الوزن اللي احنا محتاجينها، ان احنا نبقى عارفين نقدر نتواصل مع بعض. واعتقد جزء كبير من الحلقات اللي احنا بنعملها وبنجيب فيها متخصصين في امراض مختلفة ان احنا نوصل للناس ان هي، وزي ما قلنا يمكن في حلقات تانية، ان مش صوابعك مش زي بعضها. يعني هم مش كل مرضى السكر هعمل لهم نفس الحاجة. بالظبط. بس انا محتاج ان انا ابقى عامل حسابي بالظبط. على ده. يعني يعني عامل حسابي ان انا اتفضل. هديله، عامل حسابي ان انا هوفر له اكل. حاجه من الحاجات اللي الناس ما بتاخدش بالها منها ساعات ان الكانتين او المكان اللي بيوفر الاكل للمكان اللي انا بشتغل فيه
غالبا بالذات في المصانع بيوفر اكل فيري هاي كربوهيدرات، يعني في نشويات عاليه جدا اه طبعا عشان طبعا. ثقة للعمال. اه طبعا. لكن ده ممكن ما يبقاش مناسب للجميع العمال، فممكن ساعتها انا محتاج ان انا اوفر بدائل اكثر صح، يعني تكون صحيه اكتر. ف اه طبعا، وده بيكون كارثه في النوع الاول، لان احنا حتى في النوع الاول بالذات وده البروتوكول المتبع والافضل بنعتمد حتى على الانسولين على كميه الكارب. يعني هو الكارب ده اللي احنا بناخده هو ده اللي بيتحول لجلوكوز. يمكن البروتين والدهون انها تتحول لجلوكوز بيكون نسبه ضئيله جدا، فبالتالي ما يكون الاكل مثلا مش صحي او حد ما، والمريض في نفس الوقت مش قادر يتعامل او يتعاطى الانسولين باريحيه، بتلاقي معدلات قياسيه. فتخيل بقى ان حد نبطشي بياكل اكل غير صحي، تلاقي بقى التراكمي كله بقى 11 و12 و13 وارقام قياسيه. مم. طيب هسألك على حاجة. يعني لو انت بتسمع كده في شغلك في شغلك مفاهيم غلط عن السكر والشغل، تبقى شبه ايه؟ يعني ايه مم. المفاهيم اللي ممكن تكون بتسمعها ناس بتقولها لك، ومثلا ان مثلا مريض السكر ما يشتغلش كذا، ما يعملش كذا؟ هل في حاجات مفاهيم غلط انت بتسمعها وفعلا محتاجة نصححها للناس؟ في الشغل مثلا ساعات بيتعاملوا مثلا مع السكر كوصمه، يقول لك ده مريض سكر مثلا او حاجه مش هيقدر مثلا يشيل نبطشيه مثلا او حاجه. وهنا لازم نفرق بين مريض السكر ده نوع اول ولا نوع تاني، والاهم هل هو كنترول ولا ان كنترول. هو مرضى السكر مش زي بعض. مريض السكر لما يتعاطى العلاج بتاعه بانتظام واللي بيتابع المتابعه الدوريه بتاعته بانتظام وارقامه مقبوله، ده شخص طبيعي جدا مفيش منه مشكله. والاهم حاجه ان هو ما بيتعرضش مثلا لمضاعفات، مثلا بيحصل له هبوط سكر او ارتفاع سكر شديد. ده شخص طبيعي مفيش منه مشكله، بيعيش حياته عاديه جدا يعني ممكن بيشتغل مفيش اي مشاكل خالص. لا غير بقى يكون شخص تاني فيه مشاكل بقى، كل شويه بيحصل له هبوط، لا علو بيتحجز كل شويه، دي حاجه تانيه. لكن مريض السكر بشكل عام لو بيتعاطى علاجه بصوره صحيحه وبيتابع بصوره منتظمه، ده شخص طبيعي جدا ما فيش منه اي مشاكل خالص. فطبعا هو مش وصمه، لا مش يعني احنا بالنسبه لنا لا، هو ما دام بياخد العلاج بتاعه عادي ما فيش مشكله. ويمكن حتى انواع الادويه الجديده سهل الكلام ده كله. يعني حتى احنا في الانسولين مثلا دلوقتي، في الانسولين الطويل مفعول ده ممكن يتعاطى ملوش علاقه بالاكل، ده برضه بيسهل الدنيا لحد ما. في انواع اقلام تانية بتستخدم في النوع التاني، في يوميا وفي الاسبوعين. الاسبوعين دي برضه سهلت الى حد ما قطاعات العلاج. فمع تطور العقارات الدوائيه بقى مرض السكر او السكر بقى اسهل في السيطره عليه. خليني ممكن لجزء تاني، اللي هو لو انا بشتغل في مكان وعارف ان ليا زميل عنده سكر وبياخد دواء، انا ما اعرفش الدواء ايه، بس هو عنده سكر واحنا كلنا عارفين ان هو عنده سكر، ومره واحده الزميل ده فقد الوعي وبدا احنا حسينا ان هو بدا يخش في غيبوبه. التعامل الامثل في الحاله تمام. دي احنا نعمل ايه؟ عشان احنا بنشوف حاجات كتير قوي مختلفه حوالينا. فلو انا لقيته بدا يهبط ويتعب وهيخش في الغيبوبه، اعمل ايه؟ طيب زي ما قلنا قبل كده، احنا الانواع غيبوبات السكر في كذا نوع، في الهبوط وفي العلو. طيب انا مثلا مريض وانا شخص عادي جدا، لو انا قابلت حاله زي كده ايه الاخطر؟ الهبوط. يعني الهبوط دي اخطر من العلو. ليه؟ انا الهبوط مثلا لو اديت حاجه مسكره مثلا او حاجه انقذت حياته، لكن لو علو حتى لو اديته حاجه كده هو اصلا كده كده سكره مرتفع. فانا اتعامل مع اي حاله قدامي لحد طبعا ما نوصل للمستشفى او حاجه كانها هبوط. تمام. طيب احنا بالنسبه لنا ما يكون في حاله هبوط سكر او حاجه لازم نفرق هل هي غيبوبه تامه ولا المريض واعي لحد ما. ليه؟ احنا المريض لو واعي لحد ما ويقدر يتعاطى سكر الى حد ما او كربوهيدرات، خلاص انا ممكن اتعامل. يعني انا لو شايف مثلا قدامي شخص على بوادر غيبوبه، بديله كربوهيدرات في حوالي 15 جرام كربوهيدرات بيكونوا سريعه المفعول. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لو معايا مثلا كوبايه ميه بسكر، لحد ما مثلا نص عبوة عصير، نص كان بيبسي، كوباية لبن، دي هتكون إن شاء الله تأثيرها قوي. هو المريض ممكن يسترد وعيه. بعدها المفروض بندي 15 جرام كارب تاني طويل المفعول أو مثبت، او اللي هو مسميها الكربوهيدرات المعقده، مثلا بسكوتين، قطعه بقسماط، الحاجات دي برضو بتثبت الدنيا لحد ما. قصه الشوكولاته او الملبسه او حاجه اوكي ممكن نتعامل بيها، بس المشكله طبعا عشان هي الفات كونتنت او كميه الدهون ممكن تاخد وقت في الاستجابه. لكن انا لو معيش غيرها بتعامل معاها مفيش مشكله خالص. طبعا المفروض بعد كده بعد ما المريض يتحسن لازم يروح مستشفى. ليه؟ لان ممكن الغيبوبه ترجع ليه تاني. يعني احيانا ممكن لو هو بالذات لو هو مريض سكر اللي ماشي على اقراص، ممكن الغيبوبه دي تعوده من 24 ل 48 ساعه، فلازم يتحط تحت ملاحظه، بيحتاج يتحجز. برضه نفس المريض لو ماشي على الانسولين ممكن ترجع غيبوبه تاني. فانا بعمل الاسعافات الاوليه ان هو بديله مثلا حاجه ترفع مستوى السكر عنده،
بعد كده بنقله رأرة مستشفى. اما لو هو فاقد الوعي من الاول طبعا بيبقى فيه خطوره، ما انا كنت اديله حاجه يشربها اللي ممكن يعمل اسبيريشن او ممكن يشرق ويعمل التهاب رئوي، فانا بحركه على المستشفى. طبعا لو انا في دكتور موجود موجود معايا في مكان العمل ده هيساعدني، مفيش بنقله على اقرب مستشفى عشان يتعاملوا معاه، لان ساعتها ممكن يحتاج جلوكوز وريدي. هنا دي تبقى حالة خطر، يعني لازم نتعامل معاها بشكل اه جد بالظبط. جدا، ما استناش سريع سريع. يعني احنا تقريبا غطينا كل حاجة، ما شاء الله يا دكتور عمرو يعني. بس لو في حاجة تانية حابب تقول لنا عليها قبل ما نخلص، انا من ناحيتي انا حابب ان انا يعني أأكد تاني ان مريض سكر زي ما حضرتك قلت ان هو ده مريض عادي، يعني هو مريض مم. شخص طبيعي ما دام بيتعامل مع المرض بتاعه وبياخد ادويته. مهم ان انا اتفهمه واتفهم طبيعة مرضه، وبالتالي جوه مكان العمل اوفر له الحاجات اللي هتساعده، زي ما اتفقنا بقى، بريكس، اوفر له الاكل، اوفر له مكان قريب من الحمام. ده هيفرق معايا في مكان العمل. لو في مضاعفات بقى، ساعتها ممكن يبقى الموضوع مختلف، لان احنا هنبقى تحركنا من فكره ان هو مريض سكر لان هو مثلا مريض عنده مشكله في عينه، فهنا هيبقى في عندي مشكله اخرى هتبقى زادت عليه، فهنا هنبدا نتعامل مع مشكله العين كمشكله اخرى غير السكر. فلو في حاجه تانية انت حابب تزودها وتقول لنا عليها، نصايح بشكل عام لمرضى السكر يعملوا ايه، يمارسوا رياضه عامله ازاي، ايه الاكل اللي ممكن يكون اكل صحي. بنسمع كتير تمام. قوي عن الصيام المتقطع والكيتو دايتس والحاجات دي، فيا ريت تقول لنا. طيب احنا بالنسبه لنا كمتابعه او بروتوكول موحد للمتابعه، المفروض نتابع السكر التراكمي كل 3 اشهر. التارجت بتاعنا او هدفنا يكون دون ال7. لو كان الشخص يعني يونج هيلثي بيرسون، يعني بنحب يكون تراكمي اقل من 6.5. وظائف الكبد والكلى والدهون ما دام ما فيهمش مشكله بنتابعهم كل 6 اشهر. ومره سنويا بنعمل 3 حاجات: فحص قاعين عشان نتاكد ما فيش ارتشاح على الشبكيه او ميه بيضاء، بنعمل تحليل غدة درقية، أحيانا الغدة الدرقية بتكون برضو مصاحبة بالسكري سواء نوع أول أو نوع تاني، وبنعمل فحص زلال في البول عشان نتأكد مفيش بدايات اعتلال في الكلى. احنا عشان بشكل عام عشان نظبط مستويات السكر بتاعتنا سواء نوع أو نوع تاني، بنستخدم نظرية الهرم. الهرم ده بيكون على قمته النظام الغذائي، في ضلع تاني بيكون الرياضة، واخر ضلع العقاقير الدوائية. بالنسبة للنظام الغذائي، احنا بالنسبة لنا زي ما قلنا بيكون قدر الإمكان نظام قليل نشويات. واحنا النشويات بالنسبة لنا فيها نوعين: في النشويات اللي هي السيمبل كارب، اللي هي النشويات البسيطة اللي هي في صورتها الأولية زي السكريات وأخواتها مثلا من الحلويات والشوكولاتة وكل الكلام ده كله. طبعا بناخده كميات بسيطة جدا، وممكن نستخدم أنواع السكر التحلية زي مثلا الاستيفيا أو السويتال إلى حد ما لو مريض بيحب يستخدم سكر في المشروبات بتاعته. الأكل عشان تكون وجبة متوازنة بنقسمها لنص وربعين. نص محتوى الأكل يكون خضروات. الخضروات بشكل عام ما بترفعش مستويات السكر. عادة نوع من الخضروات بنطلق عليها الخضروات النشوية، أمثال البطاطس والبسلة، فما بنحبش نرفع من أو نستهلكهم بكميات كبيرة. ربع الأكل بيكون بروتين برضو، زي مثلا اللحم أو الدجاج أو السمك، ونفضل يكون مشوي أو مسلوق. برضو البيض أو الجبنة مفيش منه مشاكل، لكن ما بنحبش برضو بعض البقوليات زي الفول والعدس، إن احيانا بيرفعوا السكر بعد ساعتين او 3 ساعات. اخر حاجه النشويات، في قاعدتين بنطبقهم بالنسبه لهم. اللي هي القاعده الاولى بيكون صنف واحد، يعني ما ينفعش اكتر من صنف في الوجبه الواحده، يعني يا رز يا خبز يا مكرونه يا خبز، وتكون كميه محدوده، يعني مثلا 6 معالق رز مثلا او حاجه، 6 معالق مكرونه مثلا، رغيف عيش. وبفضل اللي يكون الحبوب بتاع الحبه الكامله او منتجات الحبه الكامله، يعني العيش السن او عيش الشوفان افضل من العيش الابيض. الرز الحبه الكامله او الرز البسمتي افضل من الرز الابيض، وهكذا. فاحنا زي ما قلنا اكل نص خضار وربع بروتين وربع نشويات. برضو ان نحط اعتبار ان الفاكهه كويسه، بس ما نستهلكش كميات كبيره، بالذات فاكهه الصيف، يعني البلح التين المانجا البطيخ، كل دي سكريات خفيه. فمثلا 3 بلحات، ثمرة تين، نص ثمرة مانجا أو ثمرة مانجا متوسطة، عنقود عنب صغير. في الشتاء فيه أريحية شوية، ممكن ثمرتين
برتقان، يوسفي، تفاح، كمثرى، وناخد بالنا من الموز الى حد ما. ده بشكل عام بالنسبه للاكل. الصيام المتقطع بيساعدنا طبعا، والصيام المتقطع ليه كذا صوره، ان ممكن اقعد طول اليوم صايم مثلا 12 16 ساعه، واجي مثلا اعتمد على اخر 8 ساعات وجبه الاساسيه، او اصوم يوم بعد يوم زي صيام سيدنا داوود، او مثلا اصوم يومين في الاسبوع. اي شكل صيام متقطع هو طبعا صيام مفيد، ان هو بيقلل استهلاكنا للنشويات. ده الجانب الاولاني. الجانب الثاني الرياضه. احنا مريض السكر بيحتاج على الاقل 150 دقيقه اسبوعيا، بالذات ما تكون رياضه هوائيه. يعني ايه رياضه هوائيه؟ يعني هو المشي او السباحه او ركوب الدراجات. دي كلها بتساعد على رفع مستوى التمثيل الغذائي عندنا، وتقليل الوزن بالذات في منطقه البطن. اخر حاجه بقى الادويه بقى، والادويه طبعا دي متروكه للطبيب، هو بقى يوصف ويشوف ايه الدواء المناسب. وان كان طبعا في بعض العقاقير الجديده في النوع الثاني بدات تعكس العمليه اللي ادت حدوث السكر. يعني السكر بيحصل فيه كذا عامل، في عامل جيني، في عامل بدني اللي هو بيؤدي لمقاومه الانسولين. ففي ادويه جديده بنطلق عليها جيلي بوان اجونست، سواء الحقن الساكسندا او الفيكتوزا، او الحقن الاسبوعيه زي اوزيمبيك او توريستي، او احداثهم مونجارو. وجدوا برضو بتساعد بنسبه كبيره عن قص الوزن، وعكس العمليه اللي ادت حدوث السكر النوع الثاني. يعني وجبة دسمة جدا، يعني بجد الشوية اللي في الآخر دول هم خلاصة الخلاصة. يعني شكرا ليك جدا يا دكتور عمرو، وأتمنى تكون الحلقة عجبت الناس، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله.